فلهذا حقيقة المشاكل التي تحصل في أوساط أهل السنة والله مما تدمي القلب، ويحصل من الألم والحسرة والوحشة والضيق ما الله به عليه، حينما يكون الاختلاف بين أهل المنهج الواحد، العقيدة واحدة والمنهج واحد والسير واحد والمرجعية واحدة والأصول والثوابت كلها واحدة، فلماذا يختلف أهل المنهج الواحد؟ من المستفيد بمثل هذا الخلاف؟ لابد يا إخواني أن نستيقظ، وأنا أخبركم وأنا أظن أن هذا الذي عليه إخواني هنا في الفيوش، أن كل من اختلف معنا وكان على الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة أننا والله نفرح بأن نصطلح معه، لكن الصلح لا يكون